رواد منتدى كرة ورواد صحيفة جمعية جلف، السلام عليكم. نرحب بكم في هذا العدد الثاني من حصة ضيف الشرف. رايحين نطرقوا اليوم إلى ربما يكون لاعب اللي يكون صاعد، يكون من بين أحسن ما أنجبت المدرسة الشلفية. هو لاعب صاعد، هو لاعب قناص، هو لاعب خلوق، هو كل العبارات يمكن أنها تكون قليلة في حق هذا اللاعب. هو باختصار لاعب هداف البطولة الوطنية، هو هلال السوداني. مرحبا بك هلال. السلام عليكم، مرحبا بكم. مرحبا بك. نشكركم على هذه الزيارة تاعكم. ان شاء الله نفرحوا ونقصروا بها، ان شاء الله نديروا حاجة ان شاء الله. ان شاء الله هلال. بون، الكل يعرف هلال هنا في ولاية شلف، لكن احنا في الجزائر عامة ما يعرفوش هلال. بطاقة فنية صغيرة ولو صغيرة عن هلال كلاعب. بسم الله الرحمن الرحيم. سوداني نلعب بهلال 25 نوفمبر 87 بشلف. الحمد لله تربيت كما يقول لك، كما قال تاع اللاعبين كما ترباو. تربيت في الحي هذا تاعنا اللي ما زلت لحد الان نسكن فيه. الحمد لله يا ربي، كما يقول لك الواحد دار لي كاتيجوري تاعو كاع في شلف من ليكول حتى الحمد لله الواحد راسينيور. الحمد لله يا ربي، الواحد كان ربي موفقو ما من الخدمه وما من الناس اللي كانوا معايا، اللي قال لي زونطرينور اللي خدمت معاهم كاع ملي كنت صغير حتى الحمد لله راني دروك مع زونطرينور غير. ما نشكر فان والديا وخاوتي اللي عاونوني، وما ننساش صحابي فان تاني تاع الصغر اللي سيكو اللي هما سي الحمد لله يا ربي ما تاني مازال حتى حد الان معاهم. سي هذه هي اللي كما يقول لك الواحد اللي عاونته المسيرة الرياضية باختصار تاع هلال السوداني. بون، الان رايحين نحكيو نوعا ما نطرقوا الان الى فريق جمعية شلف اللي هو فريق الصغر وفريق الحب اللي اعطالك انك تكون كلاعب الان في البطولة الوطنية. بالرجوع الى التربص الماضي اللي كان عندكم في المغرب، هل ترى انه هذا التربص بدات الثمار تاعو تظهر الان في البطولة الوطنية؟ لا دروك ماشي تربص تاع المغرب ولا سيكو قبل تربص تاع المغرب كاع سيكو تلاقي من هنايا. هي الحاجه الاولى اللي بينت باللي هذا الفريق ان شاء الله راح يدير عام شباب. سيكو كاع لي جوار بريمير سيونس كاع حاضرين. سي هذه ما يخفاش عليك، هذه ماشي سهله. بين في نهار تجمع كاع لي جوار اللي من البعاد وكاع. بريمي جور كنا كاع في لوتيل فما كنت خلص لاج ديريكت لهنا. سيكو هذو يبان علامات هذو تاع اللاعبين هذو راهم يديروا موسم مليح. الحمد لله يا ربي. من ستاج لهنايا قبل ما نروحوا للمروك ما خدمنا مع لونطرينور غير قبل ما يروح معنا للمروك. الحمد لله يا ربي درنا خدمه كبيره لهنايا. ويزي كان عندنا النصف الثاني في المغرب مي رحنا كملنا الخدمه تاعنا. ميم لونطرينور ما كانش معنا، مي راح معنا كان معنا لي زاجمون تاعو. الحمد لله فان درنا خدمه كبيره. مي ما بقاش بزاف، كان باقي 3 جور ولا من جا لونطرينور برينسيبال. مي صابر الخدمه ندارت الحمد لله. انضباط لي جوار كاع ما صرا حتى اي مشكل. سي فري ما كناش ملاح في لي ماتش اميكو فما ما يخفرلكش لي جوار جدد 80% ولا 90% اللي اللاعبين تبدلوا ما كان بزاف. شويه كان شويه نوعا ما اثرت علينا شويه في لي ماتش اميكو تما. ما لي جوار ماشي ما يعرفش ما كانش اوتوماتيزم ديال لي جوار لي لا بروف سي ليكيب اللي كتلعب ما هي اللي تلعب روح. سي كاين ديفيرونس. الحمد لله ملي لي جوار دخلوا في ليكيب وكان كاين الجو مليح وصابوا لي جوار ولا فاميليا تاع ليكيب تاعنا اللي قدم من لي زونسيان لهنايا. هذيك هي اللي سهلت المهمه تاع لي جوار كاع. الحمد لله يا ربي بدات تجيب الثمار تاعها. مي كملنا نقولوا كملنا الشهر الاول مازال ناقصين 2 ماتش مي صافا بالنتائج ايجابيه مليحه. ان شاء الله نزيدو نساو هذوك اللي درنا مليح هذاك نساوه نزيدو نخمو كما يقول لك الجاي ان شاء الله ليك ان شاء الله تكون النتائج اكثر من هكاش احسن من هكا. احنا العام اللي فات نعرفوا بلي مريت فتره صعيبه. بنرجعوا للعام الماضي اللي كان ربما يكون اسوأ عام ليك. كانت لي اصابه ربما تكون خطيره لعده لاعبين لانهم ما يعرفوش انهم كيفاش يسيروا هذيك الفتره الصعيبه. هل الهلال السوداني كان العام اللي فات يتوقع انه راح يعاود يرجع، ولكن بهذه العوده القويه؟ مش سهل انك تتخطى هذيك الفتره، ولكن بهذه العوده القويه. لا هذيك مشيت العام اللي فات ولا العام اللي فات. كان عندي اصابه شويه بالغه شويه، كانت عندي فراكتير في لاشيفي من العظم تكسر لي كاع. الحمد لله يا ربي كيما تشوف. سي فري شويه مع الاول شويه حسيت باللي قلت بالك عندي سير عندي
بروبليم في العوده. الحمد لله يا ربي كما يقول لك بعد ربي في خاطرو خليت حتى بريت مليح. وما نساش فان حاجه والديه ثاني وبويي وما وخاوتي كاع وصحابي جاو شافوني ووقفوا معايا سوا فهم كريم موج كان هنا جا شافني وحسيت شغل الناس دايره بيا. ما حسيت شغل باللي هذاك الوحدانيه الفراغ هذاك سيكو هذه اللي كانت عندي مورالمون سي كنت بيان ميم انا داويت بيان وكانت عندي لا فولونتي باه نرجع سيكو لازم تكون عندك لا فولونتي. الحمد لله كانت عندي ديك لا فولونتي ورجعت والعام هذاك الموازات شويه كنت ناقص بزاف ما كنتش 100% كنت نلعب نجي نقول لك ب 40 50% ميم مور ديك لا بليسير جاتني بليسير واحده اخرى فان ديشيرير فان موراها جيستي اوبسيليمون حتى عندك فراكتور كبيره طول ما تلعبش تجيك بليسير مشكله هذه سيسير تجيك هذيك موراها هذه جاتني هذيك اللي فان طولت عليا فان شهر ونص. مي الحمد لله يا ربي الواحد كانت عنده لا فولونتي وكانت عنده الاراده اللي كان باغي. الحمد لله يا ربي هذيك هي. رجوعنا الى دور العائله بون النتائج اللي راح يحقق فيها هلال هذا الموسم وهو هدف البطوله الوطنيه ربما عندها وزن كبير من طرف العائله وخاصه من طرف الاب اللي كان دائما المثال او القدوه في انك تكون وتصبح كاحسن لاعب في البطوله الوطنيه لحد الان. الحمد لله كما يقول لك هاوني هذا اللي قدام الاب تاعك. نعم سي غراسه هو وهذه وخويا واخواتي وربي سبحان الله. سي كلشي هما مانيش انا. يتفضل الاب مانيش يقول لنا كلمه صغيره في السياق تاع الحديث تاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكركم على حضوركم. مثلا ما تعبرش راني حاسس بشعور ما حتى حنا رانا والله العظيم. وهذا ندعو لربي مانيش عارف شنو نقول والله يعني فريمون ربما تعجز الالسنه عن التعبير ربما لانه يحفظوا هذا نطلبوا ربي ان شاء الله ان شاء الله لانه حقيقه اللاعب يستاهل متخلق وغيظ الليل انسان مربي وطيع الكبير وطيع الصغير صح حقيقه ويحب كاع الناس والناس كاع تحبه والناس كاع تحبوا يعيطوا له كاع من كاع البلدان العجايز النساء كاع يحبوا نطلبوا له ربي ان شاء الله النجاح ان شاء الله وانني انني مانيش عارف نقول والله ماني عارف معليش والله ربما احيانا يعجز اللسان عن الكلام والله غير تعجز اللسان لانك ربما انت كنت وراء هذا اللاعب وصعيب انك تخرج انت كمدرسه تخرج لاعب خلوق مش عارف انا مربي مثل هلال لانه الحمد لله كما قلت انت كاع الناس تقسي عليه الناس الحمد لله هذا واجب فوالا لانه صعيب كما قلت انت انك تخرج لاعب كامل واجب كل راعي مسؤول على رعايته بيان سور صح هذه هي لا لازم تربي ولادك هكا وتراعيهم وتسهر عليهم وهذه والحمد لله وطاعة الوالدين. انا فين طاعة والديا وكاع وهو طيعنا وطيع كاع وطلبوا له ربي ان شاء الله النجاح ان شاء الله وهذه هي خالتي ان شاء الله بون بالرجوع الى هلال وفي الدور تاعو في فريق جمعيه شلف انت كي تلعب معاه تحس روحك اليز اللاعب اللي تحس روحك اليز معاه في الفريق الان حاليا في هذا الموسم. بيان سور سي كو مسعود فوالا باسكو عندنا 4 سنين نلعبو اونصومبل بيان سور نتفاهم انا وياه بيان ميم سي نتفاهم مع سوكا نتفاهم مع ديدير مي يمشي كيما انا مسعود انا كي يشوفوني يعرفوا واش راه باغي يدير صح كي يشوفني يعرفني شنو باغي يدير صح سيكون نتفاهموا من خزران نتفاهموا صافي عندنا بزاف حنا نلعبوا مع بعضنا سي بيان سور شي باينه دي فوا في التيران نديروا لي ديفونسور هو يسيب الماركي هو يدير لي هي راه هذه سي مصلحه ليكيب وهذه هي الماركي انا الماركي هو الماركي ميلو الماركي سوكا الماركي اي واحد سيكو ليسونسيال لانتيري تاعي كاين سي ليسونسيال سي حنا الحمد لله